مساء الخير. وصفتنا لليوم طريقة عمل خلطة الدجاج بأكياس الشواية. في البداية لتتبيلة الدجاج عندي هنا ربع كوب من اللبن الرايب، فنجان من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، وربع كوب من دبس الفليفلة، ملعقة ملح، وملعقة توابل السبعة، البهارات السبعة، وفلفل أسود وكمون، وعندي هنا البهارات المشكلة. ونخلط المكونات كلها مع بعض، ونحط كمان ملعقة بابريكا وعصرة ليمونة كبيرة، وننزل الدجاج على الخلطة اللي أنا سويتها. شايفين كيف؟ ونقلبها كلها مع بعض بهذه الطريقة. وعندي هنا أكياس الشواية، صبيتها كلها بأكياس الشواية، عفوا بكيس الشواية، وحطيت معاها كمان البصل، التوم، حبات من التوم، وزنجبيل. طبعا كيس الشواية نخرمها خرم واحد فقط علشان الدجاج نحطه في الفرن ويطلع معانا طري. شايفين كيف حطيته في الفرن لمدة تقريبا ساعة ونص، وشايفين كيف الدجاج والصلصة كلها نزلت. ونقدمها مع الأرز الزعفران. شوفوا كيف الجمال، شوفوا كيف الحلاوة. الوصفة تستحق التجربة يا بنات، جربوها ولا تفوتكم. شوفوا كيف جمال الأرز. وصفة غدا سهلة وسريعة وخطيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الوصفة نار وشرار، جربوها يا بنات وما راح تندموا، وبالعافية.